ربيع القيد الطميمة. هادي جزيرة مولاي النعمان، جزيرة خضراء فيها خير وخمير، ناسها شبعانين الحمد ديال الله بداكشي اللي عطيهم. الملك ديالها هو مولاي النعمان، كان ملك عادل، كلمته ما تطيحش الارض، وكانوا الرعيه ديالو تيحماقوا عليه. كانت عنده بنت وحده لاله شامه الزين الرزانه والهمه، كلامها موزون وتتنطق غير بالحكمه. وفي يوم من الايام لاله شامه قررت تنكر، لبست حوايج بالين قدام ونزلت السوق تشوف الرعيه والحوال، وباش تشوف الخبر اللي تتوصلها واش حقيقيه ولا مزوقه باش تغضي ضميرها. لاله شامه لاول مره في السوق تتشوف الناس مدمره مقلقه ما عجبها حال، تصدمات وبقات تتسائل اش واقع، ما الناس مقلقه هكا. بانت ليها واحد الميمه على عكازها محنيه غاديه وتكلم راسها، مشات عندها وبصوت حزين سولاتها: مالك ميمتي؟ اش غبنك؟ مالك مهمومه ومغبونه؟ الحال عالم به مولاها بنت النعمان، الحال عالم به مولاها بنت النعمان. كيفاش عرفاتني وأنا متنكرة وهي عجوز بصيرة؟ انا فقدت البصر ولكن باقي ما فقدت البصيره. كون كنتي يا بنيتي من الرعيه، كون كنتي عالمه بحالنا وبحوالنا وشنو وقع لينا من مورا القايد الظالم اللي خدا لينا فلوسنا وخرجنا من ديورنا بحجه الضريبه. ولكن ميمتي هادشي ما فخبارش السلطان، وهاد الاوامر محال تكون من القصر خارجه. ولكن ما تخافيش، الا كان هادشي بصح انا اللي غناخد حقك وحق هاد الناس المظلومه. رجعت الاميره للقصر مضيومه، وصورة الميمة ما فرقاتش عينيها، كلامها الحزين تتردد على ودنيها. الحال عالم به مولاها بنت النعمان، الحال عالم به مولاها. شكون هاد القايد اللي خدمتو ولموالي الناس ساير ينهب بلا موجب شرع؟ ما عرفتيش القايد الجديد مولاتي؟ القايد الجديد هو سي ربيع. كيفاش سي ربيع؟ سي ربيع ولد القايد موسى؟ لا هو هذاك الوليد ديالو كبر وعيا وخلى ليه المنصب ديالو هذيك اكثر من شهرين. لا يا ربي، واش هادشي بصح ولا تنحلم؟ ربيع؟ لا محال، ما يمكنش. كيفاش قدر يدير بحال هكا في الرعية اللي هو واحد منهم وكبر بيناتهم؟ لاله شامت صدمات ومن بعد قررات باش تمشي برجليها عند سي ربيع وتعرف شنو كاين. السلام عليكم سي ربيع. وعليكم السلام لاله شامه. عرفتي علاش جيت عندك اليوم؟ الصراحه ما عرفتش. جيت عندك باش تفسر لي هادشي اللي تدير في الناس، كيفاش عطاك خاطرك تشفرهم وتنهب رزقهم؟ ما عمرني كنت نظنك هكا. وفمن في قبيلتك وناسك طحتي من عينيا، كنتي بالنسبه لي قدوه، كنتي مثال الاخلاق النبيله والشهامه. كيفاش تبدلتي؟ جايه دابا تحاسبيني؟ فلوس الرعيه فين مشات؟ ما حشمتيش بنت النعمان؟ علاش ما حاسبتيش باك على السنين اللي سرق من عمر الوالد اللي كان طراف عنده يخدم ويضل يجري وفي الاخر لاحو وقال ليه انت ما بقيتيش ديال الخدمه؟ بصح ما كنتش هكا، ولكن نتوما اللي رجعتوني هكا. حتى انا بغيت ندير الفلوس الكسيبه والديور باش نهار تلوحوني كي الحتوبه نلقى علاش نولي. ولا بغيتونا حنا نبقاو ديما تحت الصباط؟ يا حسرته يا صديقي، ما كنتش تنظن باللي هاد الحقد كامل في قلبك مخبي. تنشفق عليك طريقتك في التفكير محدوده، تتشوف غير عند رجليك. ما فخبركش باللي الله عز وجل قال في كتابه الكريم: وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني اخويا رزقك اللي كتب لك الله هو اللي غيوصلك. سيدي ربي امرنا باش نسعاو للرزق ونديروا ليه الاسباب، ولكن هاد الاسباب خاصها تكون حلال، ماشي بالسرقه والنهب. وخا طلع للسما ولا تهبط، رزقك اللي مكتب لك هو اللي غادي يوصلك، سواء تبعتي طريق الحرام ولا الحلال. الفرق هو أن الحلال فيه البركة من عند الحق سبحانه وتعالى، والحرام عقابه في الدنيا قبل الآخرة. شنو ذنب الأسر اللي شردتي؟ وشنو ذنب الشياب اللي قهرتي؟ ودابا هانت خسرتي كل شيء، ثقة الناس، المنصب والفلوس اللي بعتي مبادئك وأخلاقك على ودهم.
سبحان مبدل الأحوال، يا رحمن نجينا من الهم والهوال. السلطان تيشوف بنته الوحيدة اللي الضحكة ما تتفارقهاش داخلة عليه باكية حزينة. نهارت لالا شامة باكية وعاودت لي على حوال الراعية، على الميمة المغبونة وعلى القيد الغدار. الغلط ماشي من القايد بوحدو، الغلط ديالي قبل ما يكون ديالو. انا اللي درت فيه الثقه العمياء وحسبته غيكون بحال السي موسى، كان امين وصادق عمرو خاني، ولا انا فكرت نفتش موراه وهذا الشيء اللي درت مع ولدو. ولكن سبحان اللي خلقو وفرق. ودابا كيفاش غادي نتصرفوا معاه؟ هاني جيت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ما تقولوش ليا ما تهشتونيش يا وليداتي الزوينين المرضيين. انا بدات تهشتكم وجيت ندير لكم داكشي ديال فاصل ونواصل. عرفتوه؟ ما عرفتوش؟ وحركوا دوك سويرتات الربح، ورقوا ولا بشقوا ولا بشغوا اللي بانت لكم، يا لايك يا ديسلايك يا سخفت. ما بغيتش انا ديال هاد الجيل الصراحه، كاش بيجي دير ماشي مشكل، ديروا ولا كومونتير، فوتو سينيالي وابوني اللي مابوني وديزابوني، واللي مابوني ما يعاودنيش يورك على ديزابوني، يمشي ليا نجا ما جابو تاني. يلا مالك وقفتي؟ تسناهم ينفعلوا ولا يتفاعلوا، يا قلتي ما كاين تفاعل ما كاين. واخا قولي غير بلا ما توقفي عليهم. ايوا اني مشيت، لا تصدقوا منفعلين ليا بصح، طلق ليهم طلق يتفرجوا طلقوا كان. علم لي البراح غدا يجمع هل القبيله كاملين في الساحه. سمعوا واعوا، السلطان النعمان تيقول لكم غدا غتكونوا كاملين مجموعين في الساحة. سمعوا واعوا، سمعوا واعوا، السلطان النعمان تيقول لكم غدا غتكونوا كاملين مجموعين في الساحة. وفي الغد أمور صلاة الفجر تجمعوا أهل القبيلة كاملين. يا أهل القبيلة، أول حاجة تنطلب منكم تسمحوا لي حيت خطأت وسلمت أموركم لشخص ما كانش قد المسؤولية، غدر بناسو وخوتو وخان الأمانة. وبما أنكم نتوما اللي تضررتوا بالدرجة الأولى من هاد السيد، أنا تنطلب منكم نتوما اللي تحكموا عليه، وكيف ما كان الحكم ديالكم غادي تطبق عليه. تعالت أصوات الناس القبيلة وكل بدات خاصكم تتفقوا على كلمة واحدة، بيحكم عليه حكم مختلف على الآخر. علقوه وخليه خاصو عبرة لمن لا يتغبر خاصو ويحط يتقطع للناس عليه الراس. رزقهم. دازت دقايق ودقايق وأخيرا الناس القبيلة اتخذوا القرار، والحكم غادي ينطق به كبير القبيلة وغادي يقول اللي غشنا ما بقات ليه بلاصة بيناتنا، وانا باسم الناس القبيلة تنحكموا على القايد ربيع بالتخلي على المنصب ديالو، ويرجع الناس فلوسها اللي سرق كاملة، ويغادر القبيلة دون رجعة وإلى الأبد. عار الله، شوفوا من حالتي، هذا راه ماشي غير ولدي، هذا راه عكازي. ديروا فيه اللي بغيتو، غير ما تنفيوهش، ما تحرمونيش منه. بغيتو يعيش معايا هادشي اللي بقى في عمري. هل القبيلة شفقوا على أم ربيع وقرروا باش يلبيو ليها الطلب ديالها، شريطة أنه ما يبقاش في المنصب ديالو ويرد الناس فلوسهم. ودابا وبعد ما قررتوا وعطيتوا الحكم ديالكم، تنطلب منكم ديروا استفتاء بيناتكم وتختاروا أكثر شخص آمين فيكم اللي تقدروا تأمنوه على رزقكم ورزق وليداتكم، وإلا خان الأمانة المصير ديالو ويكون بحالو بحال القايد ربيع ويمكن كتر. وبالفعل انتخبوا الناس قيد جديد أمين صادق كلشي هو وفق هذاك، وذو الله أخلاق يرضي عليك عالية، ولدي. والقيد ربيع والتي تعطى به المثل من بعد ما كان قدوة ولا عبرة. أما لالا شامة فداومت تنزل السوق وتدور فيه باش تتأكد باللي ناس القبيلة عايشة سعيدة ومهنية. وهكا كان دازو شهور وأعوام، وبفضل الله ورعايته تهناو سكان جزيرة النعمان، والفايز هو اللي ما يسعى للمال إلا كان حلال.